بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. يسعدني أن أرافقكم في هذه السلسلة التعليمية التي نسلط فيها الضوء على موضوع جوهري من علومنا الإسلامية، وهو مقاصد الشريعة، لنبحر معا في هذه الأهداف السامية التي جاءت بها الشريعة لتحقيق مصلحة العباد. الموضوع الثاني عن نشأة علم مقاصد الشريعة. مر علم مقاصد الشريعة الإسلامية بمرحلة تطور طويلة وممتعة، حيث لم يولد كعلم مستقل ومكتمل دفعة واحدة، بل بدأ كجينات مبثوثة في آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحول إلى قواعد أصولية لينتهي كعلم مستقل بذاته. يمكننا تقسيم النشأة وتطور هذا العلم إلى 4 مراحل تاريخية رئيسية. مرحلة البدر والتأسيس، عصر النبوة والصحابة. والمرحلة الثانية مرحلة الاندماج في علم الأصول، القرن الثاني إلى الخامس الهجري. والمرحلة الثالثة التبلور والتنظير، القرن السادس إلى الثامن الهجري. والمرحلة الرابعة الاستقلال والتكامل عند الإمام الشاطبي، القرن الثامن الهجري. والخامسة نعتبرها الإحياء والتطبيق النوازل بعد قرون من الركود عقب وفاة الشاطبي.